بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، ففي هذا المقام نذكر سيرة لأحد أفراد الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، سيرة صحابي جليل أسلم متأخراً، ولكنه قدم للإسلام خيراً كثيراً، وذلك الصحابي عباد الله هو خالد بن الوليد ابن المغيرة القرشي المخزومي المكي رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد صحابي جليل وسيف من سيوف الله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي أسلم في العام 8 من الهجرة، أي أسلم متأخراً، فقد كان في أول أمره يقاتل المسلمين، ثم بعد ذلك لما أن فتح الله عز وجل على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين مكة، خرج خالد بن الوليد من مكة، فما أن لبث يسيراً إلا وفتح الله قلبه وشرح الله صدره للإسلام، فهاجر إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أسلم في العام 8، وبعد إسلامه بزمن يسير، وقبل ذلك فقد أعطى الله عز وجل هذا الرجل جسماً كبيراً عريضاً، وأعطاه قوة وشجاعة، قريب جسمه كما ذكر أهل السير من جسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان شجاعاً قوياً محنكاً فطناً، عنده خبرة بالحرب، حتى قال المؤرخون أنه لم يخسر، أي لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، فلما أن أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك بزمن يسير، ذكر بعض أهل السير أنه بشهر أو بشهرين، كانت غزوة
النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش المسلمين ليقاتلوا الروم. نعم عباد الله، ليقاتلوا الروم. وكانت هذه معركة عظيمة كان فيها عدد المسلمين قليل، ولم يتوقعوا أن يكون عدد الروم، أن يكون جيش الروم بهذا العدد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش ثلاثة قادة، أولهم زيد بن حارثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القائد زيد بن حارثة، فإن مات فجعفر بن طالب، أي فإن قتل فجعفر بن طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وقتل هؤلاء الثلاثة كلهم، استشهدوا في هذه المعركة لأن الروم عددهم كثير مقابل جيش المسلمين. تصوروا يا عباد الله 3000 مقاتل من المسلمين، 3000 أمام 200,000 مقاتل من الروم، أمام 200,000. ماذا عساهم يكونوا بالعتاد والعدة أمام هؤلاء الجيش، أمام هذا الجيش الجرار؟ ولكنها قوة الإيمان في القلوب عباد الله، تزلزل الجبال وتدخل الرعب في قلوب الأعداء بسبب قوة إيمانهم. لما أن كان المسلمون في الزمن الأول، أسلافنا من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم، إيمانهم قوي بالله عز وجل، كانوا محافظون على دعائم الإسلام وعلى أركان الإسلام، كانوا أشد تمسكا بهذا الدين. نصرهم الله عز وجل وفتحوا البلاد وفتحوا الأمصار، مشارق الأرض ومغاربها، ملكوا الأرض. نعم عباد الله، بعد أن كانوا قليل، لما أن كان الإيمان قويا ملكهم الله عز وجل رقاب الأعداء. فلما أن ضعف الإسلام وضعف المسلمون وضعف الدين في قلوبنا، تسلط علينا الأعداء. فما أن أصابنا عباد الله في هذا الزمان من الذلة والهوان والصغار عباد الله وتسلط الأعداء علينا، إنما هو بسبب ضعف إيماننا، إنما هو بسبب قلة إيماننا. وإلا إذا كنا قويو الإيمان لنصرنا الله عز وجل على الأعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. عباد الله، تصوروا 3000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل. قتل عبد الله بن رواحة، فأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقاتل حتى قتل، فأخذ اللواء بعده، أي راية المسلمين، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فقاتل حتى قتل، فسقط اللواء، فأسرع زيد ابن أقرم رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ اللواء وقال: يا معشر المسلمين أمروا عليكم أحدا. وجاء أيضا أنه أخذ اللواء إلى خالد
ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ويدعى أي خالد يدعى بأبي سليمان، فقال: يا أبا سليمان خذ هذا اللواء، فقال: لا آخذه، وفيهم المهاجرين والأنصار السابقون إلى الإسلام، فقال: خذه فإني لم آخذه إلا لك لأجل أن تأخذه أنت. ونظر إلى المسلمين وقال: هل ترضون بخالد؟ قالوا: نعم. فأخذ اللواء خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقاتل قتالا شديدا واستمسل، وقدم خالد بن الوليد وأيضا المسلمون في هذه المعركة أمور عجيبة، وفعلوا أشياء عظيمة. فلما أن جاء الليل وانفصل المسلمون هدأت المعركة، جاءت خطة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه المحكمة التي بها انتصر المسلمون، وسمي ذلك، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا. قلب خالد، غير الجيش الميسرة إلى الميمنة إلى الميسرة، والميسرة إلى الميمنة، والذين في الخلف إلى الأمام، والذين في الأمام إلى الخلف، وجعل جنودا خارج المعسكر، وقال لهم: إذا جاء الصباح ائتوا كأنكم مدد، واجعلوا صوتا ضجيجا، واجعلوا الغبار يتصاعد حتى يظن الروم أنه جاءكم مدد، فيدخل الرعب في قلوبهم. ففعلوا بخطة خالد رضي الله عنه وأرضاه، وحصل ما توقعه خالد، فدخل الرعب في قلوب الروم وتقهقروا ورجعوا إلى الوراء، ثم انسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه وجيش المسلمين، وخرجوا من المعركة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا وانتصارا، لأنه سلم المسلمون. قد كاد أن يقتل جميع المسلمين في هذه المعركة، الذين حضروا المعركة كادوا أن يقتلوا جميعا، ولكن بفضل الله عز وجل أولا، ثم بحكمة خالد وفطنته وشجاعته، نجى المسلمون من هذه الهزيمة الشنعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه ماذا يحصل في تلك الغزوة، فقال: قتل زيد بن حارثة، فأخذ اللواء جعفر، ثم قتل جعفر وهو ينعيهم ويخبر الصحابة قبل أن يأتي الخبر إلى المدينة. الله عز وجل أخبر نبيه وأطلع نبيه على ما حصل في هذه الغزوة. قال: ثم قتل جعفر، فأخذ اللواء زيد بن حارثة، ثم قتل زيد بن حارثة، فأخذ اللواء سيف من سيوف الله، سيف الله المسلول على المشركين، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وفتح الله عليهم فتحا، أي أن الله عز وجل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك فتحا بسبب من عباد الله، بسبب شجاعة خالد وحنكته رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله،
فهذا هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وبعد هذه الغزوة، وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، بعثه أبو بكر رضي الله عنه ليقاتل أهل الردة، وحضر معركة اليمامة التي هي أيضا من أقوى المعارك التي شهدها المسلمون أمام الكفار، وقتل كثير من المسلمين، ولكن بعد ذلك انتصروا على مسيلمة الكذاب ومن معه، وكان ذلك بسبب أيضا فطنة خالد وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يحكي عن غزوة مؤتة: لقد قطعت في يدي 9 أسياف في غزوة مؤتة، سيف يكسر 9 أسياف، كلما أخذ سيفا وقاتل به بسبب شجاعته وكان في المقدمة يكسر ثم يأخذ سيفا 9 أسياف. قال: وما بقيت في يدي إلا صحيفة يمانية، أي سيف يماني. ثم لما أن انتصر المسلمون على مسيلمة الكذاب، أرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خالد ابن الوليد إلى بلاد العراق، إلى تلك الأمبروطية التي هي كبيرة، كانت أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت، يعني فارس، دولة فارس. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جيشا يقودهم خالد ابن الوليد، والتقى جيش المسلمين بجيش فارس، وكانت معركة القادسية، وأبلى المسلمون فيها بلاء عظيما، وكذلك كان ممن أبلى في تلك المعركة وكان قائدهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وانتصر المسلمون وهدت دولة فارس. وبعد ذلك أيضا نقله خالد بن الوليد، نقله أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد إلى بلاد الشام لأجل أيضا هدم دولة الروم، أعظم دولة في الغرب في ذلك الوقت. كانت أعظم دولة في الشرق دولة فارس، وأما أعظم دولة في الغرب فكانت دولة الروم. وحصلت معركة اليرموك التي قادها خالد ابن الوليد ومعه كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وانتصر المسلمون أيضا انتصارا عظيما. ومن أقوال خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسله أبو بكر إلى بلاد فارس ليقاتلهم، أرسل رسالة إلى ملك كسرى أي ملك فارس، فقال له: أسلم تسلم. ثم قال في آخر الرسالة: ولقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، ولقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ومن أقواله التي نختم بها ونعلق عليها أنه قال: لقد شغلني الجهاد كثيرا عن تعلم القرآن. انظروا عباد الله ماذا يقول هذا الصحابي الجليل: لقد شغلني. ماذا الذي شغلك؟ ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، عن تعلم كثير من القرآن. أين نحن من خالد عباد الله؟ أين شبابنا اليوم من خالد؟ أما تعلمون يا أمة الإسلام أن الكفار وجيوش الكفار تدرس مخططات خالد بن الوليد
رضي الله عنه وأرضاه في المعارك التي كان يخططها في المعارك أمام الأعداء يدرسونها ليل الآن وهم يدرسون خطط خالد ويتعلمون من حكمته وفطنته ومن تخطيطه في الحروب، لأنه كما ذكر المؤرخون لم يخزم ولم يخسر في جاهلية ولا في إسلام، فما من معركة يقودها إلا وانتصر، فما من معركة يقودها إلا وانتصر، فلذلك يعلمون أن هذا بسبب خططه، فلذلك هم يدرسونها إلى الآن. فقدوتنا هو خالد رضي الله عنه وأرضاه، ليس قدوتنا هؤلاء الغرب كنابليون أو غيره. إن كثيرا من المسلمين ومن شباب المسلمين اليوم يعتزون بما ويفتخرون ولربما يتمادحون بما يفعله هؤلاء الكفار وبما فعله هؤلاء زعماء الكفار من يعني معارك وانتصارات، ويقولون فعل وفعل، ويريدون أن يقولوا إذا نحن نريد القوة نكون مثل هؤلاء. لا عبد الله، إذا أردت الشجاعة فانظر إلى سيرة خالد بن الوليد، إذا أردت في المقاتلة فانظر إلى خطط خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نجعل قدوتنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجعل قدوتنا هؤلاء الكفار. فهذا خالد يقول شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن، فماذا عسانا نحن أن نقول كما قال البعض؟ سنقول شغلنا الجهاز عن قراءة القرآن ليس عن تعلم القرآن. صار الكثير إن لم بل أكثرنا عباد الله يعزف عن تعلم القرآن، لا يريد أن يتعلم القرآن، لا يريد أن يحفظ القرآن، يكتفي يقول أنا أقرأ فقط. لا عبد الله، احفظ كتاب الله عز وجل. إذا أردت الرفعة والعزة تمسك بكتاب الله عز وجل، ومن التمسك بكتاب الله عز وجل أن نحفظ هذا القرآن وأن نعلم معانيه ونتعلم معاني القرآن. هذا خالد بن الوليد، لذلك نصرهم الله عز وجل وأعزهم وأعلى كلمته سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء الذين كانوا يعلمون أنه لا عزة ولا نصرة ولا رفعة إلا بالتمسك بدين الله عز وجل، إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست العزة والرفعة في تقليد القرب في كل ما خب ودب منهم، في تقليد أخلاقهم أو تقليد يعني معاملاتهم أو صفاتهم أو غير ذلك. كلا والله، إنما العزة والرفعة في التمسك بدين الله عز وجل. رفعهم الله بهذا السبب، ومن أعظم الأدلة على ذلك ما جاء أظنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أو غيره من الصحابة أنه كان يبكي بكاء شديدا عندما يتذكر معركة اليرموك، أظنها معركة اليرموك، يبكي بكاء شديدا وقد انتصر المسلمون وغدوا دولة الروم وقضوا على تلك المملكة العظيمة، ولكن مع ذلك يبكي بكاء. فسئل رضي الله عنه وارضاه لماذا تبكي؟ لماذا تبكي عندما تذكر هذه المعركة وقد انتصر المسلمون؟ ينبغي أن تفرح، ينبغي أن تفرح. قال أبكي لأننا لم نصلي فيها صلاة الفجر في وقتها. لم يصلوا صلاة الفجر. هل تركوها بالكلية؟ لا، لأنهم لم يصلوها في وقتها. ما هو السبب؟ دخل المسلمون إلى قصر الروم قبل دخول وقت الفجر، فلم يستطيعوا أن يصلوا، لأن الصلاة قبل الوقت لا تجزي.
واحتدم الصراع والقتال. هناك رؤوس تقطع، وهناك أيد تقطع، وأرجل وأشلاء ودماء. لا يستطيع أن يقف الرجل ولو قليلا، ولو انتظر لحظة سيقتل، لا يستطيع. هناك سيوف رقاب تقطع، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يصلوا، فما أن انتصروا واستولوا على ذلك القصر إلا بعد طلوع الشمس. فحزن لذلك المسلمون حزنا شديدا، بكوا بكاء شديدا. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا صلاة الفجر في وقتها، مع أنهم معذورون في هذا الأمر بسبب ما هم فيه، ولكن دليل على قوة إيمانهم فنصرهم الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر كتابك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، ووحد صفهم، وألف بين قلوبهم. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.